معروف من المبادئ الاقتصادية أنه في حالة حدوث أزمات اقتصادية زي البطالة أو الكساد أو توقف حركة السوق، أن الدول بتقوم بإنشاء مشروعات كبيرة بحيث أنها تستوعب عمالة كبيرة وتحل مشكلة الكساد المتوفرة في هذا الوقت. عندنا في مصر كثير من المشاكل، عندنا الحركة الاقتصادية متوقفة، عندنا أعداد كبيرة من البطالة، عندنا 40% من السكان تحت خط الفقر، بالإضافة لأن عندنا مشكلة خطيرة من أخطر المشاكل الموجودة وهي مشكلة الإسكان. أكثر من 40 أو 50 سنة الدولة لم تهتم بهذه المشكلة، كانت أغلب تصرفاتها في إنشاء عدد قليل من الوحدات وتسمى مدن جديدة. هذه المدن لا تستوعب أعداد المناسبة من السكان، وبالتالي كانت تظل مهجورة لفترات طويلة لا يلجأ إليها إلا من لا يجد سكن، في حين أن المشكلة ممكن حلها بطريقة سهلة لو فهمنا طبيعة المواطن المصري السكنية. المواطن المصري دايما بيحتاج منزل مقفول عليه وعلى أولاده. لو فهمنا هذه الفكرة نحاول ان احنا نطوعها بحيث ان احنا نحل مشكلة مصر السكني. فكرة تقوم على ان احنا بنخصص 150 ألف فدان في احدى المناطق الصحراوية القريبة من المنطقة سكنية اخرى، حيث ان احنا نمدلها طرق مواصلات ونقرب منها المرافق او نوصل لها المرافق ما تكونش بعيد. يفضل ان هذه القطعة اللي هي 150 ألف فدان تكون في الصحراء الشرقية، ولتكن في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بحيث انها تلبي احتياجاتنا الامنية في الفترة القادمة. بنخصص 60% منها للإسكان و40% للمرافق زي حدائق ومتنزهات والكثير من المرافق الأخرى. بنخصص 80% من هذه المساحة للأهالي أو المجتمع هو بيقوم بالبناء عليها. لو حسبناها هنلاقي أن نصيب القطاع الخاص في هذه القطعة بيعادل حوالي 72 ألف فدان، يسعى القطاع الخاص للبناء والمشاركة فيها متملكا إياها. أهداف المشروع أولها إغناء الفقير المصري، بندخله في مجال الاستثمار العقاري، وده كان دايما حكر على الأغنياء. هنوفر مئات الآلاف من فرص العمل إن لم تكن عدة ملايين في نشاط كان ساده الكساد من فترة كبيرة وشبه متوقف بسبب العديد من الظروف. نقضي على مشكلة مصر السكنية، وإن هنحاول كمان إن احنا نشرك الاستثمارات العربية والأجنبية في هذا المجال. باشتراك الاستثمارات العربية والأجنبية هنوفر أنماط جديدة من السكن تعتبر جديدة على المجتمع المصري. ممكن نخلق أنماط فكرية وثقافية جديدة على المجتمع المصري لو اخترنا مكان في الصحراء الشرقية. زي ما قلنا هيوفر لي العديد من الأهداف الأمنية والاستراتيجية للمرحلة اللي جاية، بالإضافة لكونه هيعتبر تمهيد لمرحلة جديدة في المشروع. ممكن إن احنا نمد في المشروع في هذا المشروع ويوفر لي مراحل تانية وتالتة. هنخفف العبء على الدولة في مجال الإسكان بإن احنا بنخلي 80% من السكن هيقوم به المواطن العادي. لو المدينة طلعت بهذا الشكل 150 ألف فدان
فإنها ممكن تزود مصادر دخل الدولة عن طريق المشروعات اللي هتعمل فيها. هذه المشروعات هتوفر مصادر جديدة للضرائب، التأمينات والكهرباء وغيرها، بالإضافة لتوفيرها مبلغ قد يتخطى 30 مليار جنيه بصورة سريعة. الخطوات بقى اللي هتعمل المشروع: بنعمل دراسات ونختار المكان المناسب لهذه المدينة السكنية، ونحسب التكلفة التقريبية للمشروع، وهنقسم المساحة على وحدات متساوية، كل وحدة تعادل 100 متر تقريبا، ومضاعفاتها هتدينا 3,024,000 وحدة. هذه الوحدة كل وحدة فئة 100 متر. لو قلنا ان احنا هنبتدي نعلن عن هذه الأراضي للمواطنين، وهناخد من كل واحد 1000 جنيه بس حجز، هنلاقي نفسنا جمعنا 3,024,000,000 جنيه بصورة سريعة. هنقول كمان ان احنا هنخصص او هنفرض رسم للخدمات والمرافق 25 جنيه عن كل متر، يبقى كل قطعة أرض هتدفع 25%، هتدفع 2500 جنيه. المبلغ ده هيوفر معايا حوالي 7,560,000,000 جنيه. ده هنخصصه للمرافق. هنقول كمان ان عند استلام الوحدة، بعد ما هنبتدي نقسم الوحدات اللي هي كل وحدة 100 متر، هناخد 1000 جنيه تانية عند الاستلام او دفعة الاستلام. برضه هنحصل مبلغ على مبلغ اكتر من 3 مليار جنيه، يبقى احنا حصلنا على مبلغ اكتر من 6 مليار جنيه من ثمن الاراضي، وفي نفس الوقت 7,560,000,000 جنيه دول ثمن المرافق، وباقي هنسدده على اقساط شهرية او سنوية لمدة 3 سنوات او 5 سنوات حسب ما يتراءى للقائمين على المشروع. اهم حاجة ان احنا بنعمل عوامل جذب شديدة او عوامل جذب كتيرة تسهم في تشجيع المواطن على اساس انه ينزح الى هذه المدينة، بالاضافة لكونها مدينة كبيرة اللي دايما بيفضلها سكان الاقاليم بحثا عن سبل الرزق. هنبتدي نحدد ثمن الارض باسعار رخيصة او قليلة الثمن، هيكون مثلا في حدود من 60 ل100 جنيه مثلا في المتر الواحد طبقا للمنطقة. هيتم خصم مبلغ 2000 جنيه اللي دفعه في الاول، وبعد كده الباقي هيتسدد على اقساط زي ما قلت. ممكن ان احنا نزود من قيمة او من ثمن المتر اذا كان التقسيم هيدي مناطق عالية الكثافة وفي نفس الوقت مناطق جاذبة، ممكن هتحقق لنا سعر اعلى وارباح اعلى، لكن لابد ان احنا لا نغالي في الاسعار على اساس انها تكون عامل جذب من ضمن عوامل الجذب لهذه المدينة. ممكن كمان نخصص 15,000 فدان جنب هذه المدينة او بجوارها، نعملها اسكان منخفض التكاليف للطبقات الاشد فقرا او الفئات الاقل فقرا في مصر، وهنعمل مساحتها من 60 ل 75 متر، وهنحاول ان يكون السعر منخفض وليكن من 40 ل 50 جنيه، وهنخفض فيه ثمن المرافق وليكن 15 جنيه للمتر. هنبتدي نقسم الأراضي وهنبتدي نعمل المرافق. ممكن الاستعانة بالقوات المسلحة في تنفيذ العديد من مشروعات الخدمات زي الرصف أو توصيل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، بحيث ان احنا نكون قادرين على تنفيذها في فترة سريعة. ممكن كمان نستفيد بالمساجين اللي بياخدوا فترات طويلة، بحيث ان احنا نستفيد منهم في تنفيذ تلك المشروعات اللي هي
الرصف وإمداد المرافق حتى هذه المدينة. عملية الاستعانة بالمساجين ليست بدعة أو ليست جديدة، موجودة في الاتحاد السوفيتي، وكان بيتم الاستعانة بالمساجين في عمل مشروعات في المناطق البعيدة زي سيبيريا، وبرضه موجودة في الصين كان بيتم الاستعانة بالمساجين في تنفيذ العديد من المشروعات. دور الدولة في الوقت ده بتاخد هذه المبالغ اللي هي ثمن الأرض، ممكن إنها تقيم في هذه المناطق مشروعات للتنمية زي الجامعات، هتقيم مجموعة من مصانع الحديد والأسمنت ومصانع مواد البناء، المواد الخاصة بالتشطيبات لهذه المدينة. تكون مجموعة من المصانع الصغيرة بحيث انها كمان تستوعب عدد من العمالة، وهتبتدي تلبي طلبات المدينة من هذه المواد. المدينة هتكون موجودة وفيها أعداد كبيرة، ممكن إن أنا أستفيد من مياه الصرف في زراعات مجاورة، إني باخد المية الصرف بأعيد تكريرها وبستخدمها في زراعات مجاورة. ممكن كمان إني أستخدم حوالي 25% من مياه الصرف بتكلفة لا تذكر، بإني بفصل 25% ديت من مياه الصرف وبكررها أو بعيد تنقيتها تاني بدون أي تكاليف كتير. ممكن كمان أستفيد بمياه الصرف اللي هي 25% إني بعمل صناعات سمكية أو بعمل مزارع للاستزراع السمكي. ممكن إن أنا آخد مياه الشرب اللي جاية داخلة للمدينة، بعمل أحواض وبعمل فيها مزارع سمكية، وبستفيد من الصناعات السمكية أو من الاستزراع السمكي قبل ما يدخل المدينة، وبعد كده بدخل المياه إما للشرب وإما للزراعة، بحيث إني أستفيد من كل إمكانيات المياه اللي داخلة للمدينة سواء للشرب أو للزراعة، بالإضافة للمياه المنقاة للزراعة. ممكن برضو أعمل فيها مزارع للاستزراع السمكي. الاستثمار العربي والأجنبي هيكون طبعا استثمار حكومات وليس استثمار أفراد، بحيث إني أضمن نوع من الأمان، وتكون هنخلق أنماط سكنية جديدة، وهنعمل مشروعات جديدة، مشروعات بيننا وبين حكومات وليس بين أفراد، لضمان جدية التنفيذ. هذا المشروع لو حسبنا ثمن الأرض ممكن يتخطى 30 مليار جنيه، لكن هيتم استغلالهم واستخدامهم في تنفيذ مشروعات كبيرة للمدينة، بالإضافة لكونها هتحل العديد من الأزمات التي يمر بها المجتمع المصري. ممكن كمان لو لم تتوفر هذه المساحة اللي هي 150 ألف فدان، ممكن أقسمها لمنطقتين في حدود مثلا 75 ألف أو أي مساحة أخرى، بحيث أني أنفذ مشروعات تستوعب أعداد كثيفة من العمالة، بالإضافة لكونها مدن كبيرة تستوعب أعداد كبيرة من السكان وتحل لي المشكلة السكنية، خصوصا أن ممكن تتفاقم مشكلة الإيجار القديم في الفترة القادمة، وبالتالي هنحتاج كميات كبيرة من الوحدات السكنية، بالإضافة لأني ممكن أعمل هذا المشروع في الصحراء الغربية في منطقة قريبة. وإذا تم إن شاء الله مشروع ممر التنمية، أربط هذه المدينة بطريقين أو عدة طرق لربطها بممر التنمية، بحيث أني أنمي الصحراء الغربية بدل ما هي منطقة مهملة منذ سنوات عديدة. دي كانت الفكرة الخاصة بحل مشكلة الإسكان في مصر.
وإن شاء الله في الفترة القادمة تحل كل مشاكل مصر بإذن الله.